هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير وبصحة وبعافية. رجعنا لكم فيديو جديد، ونبدأ فيديونا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم حبايب قلبي حبيت اسوي وياكم فكرة حلوة. خبز ينفع للريوق، خبز الصاج. انتو شوف شو تسوون، سووا بي افكار كلش حلوة. راح اسوي انا وياكم فكرة للريوق. اتمنى ينال اعجابكم الفيديو. يلا حبايب قلبي، اول ما نبدي هنا أنا حطيت بيضتين، وحطيت قلاصين مي، وحطيت 3 معالق زيت، وحطيت كوبين مي، كوبين طحين، ومعلقة ملح، وحطيت 3 معالق نشا. بس كانت الكاميرا مطفية، وذني كل المواد وخلطتهن كل الزين. وهنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي راح أخلطهن كل الزين. بيضتين، بيضتين، قلاصين مي، 3 معالق زيت، كوبين طحين، كوبين مي، كوبين طحين، نفس المقادير، و3 معالق نشا. راح اخلطهم كل زين. هنا أنا شوفوا، هنا أنا خليت الطاوة لا كلش حارة ولا كلش باردة، خليتها على النار. وهنا شوفوا حبايب قلبي القوام مالتها خفيف، وبديت اخلي بيه على النار. شوفوا حبايب قلبي، ومن تستوي ابدي اقلب بيها، وشوية شوية أقلب بيها من هنا لما تستوي. شوفوا حبايب قلبي بداية أقلب بيها، وعلى نار لا كلش عالية ولا كلش ناصية. تفيد للريوق. راح نسوي بيها فكرة كلش حلوة للريوق. شلونكم حبايب قلبي؟ شو اخباركم؟ اتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وحطوا لنا لايك من ايدكم الحلوة، وشاهدوا الفيديو للاخير. وفكرة حلوة للريوق، وهم تريدين نسويها بيها خبز ماساج، تريدين نسوي بيها تلفين همين البورك، تلفين بيها جبن، خففيها وقللي من الطحين، كثري من النشا، تصير خفيفة كلش، و تسوي بيها بورق. فكرة حلوة للريوق. سويتها للأطفال على مود يحبوها. هنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي بديت أقلب بيها منا ومنا لما تستوي عندي. شوفوا شلونها، اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا حبايب قلبي شلون حلوة ومنظرها حلو. بديت أسوي بيها هاي الكمية كل سوت لنا كمية هواية. إذا أنت قليلة حابة تجربيها سوي قلاص قلاص، قللي المواد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا حبايب قلبي بديت أكمل كل المواد. راح نسوي أنا وياكم ريوق حلو. شوفوا شلون استوى وقسبت. وهنا راح نسوي الشاي، خليت المي، راح أخلي الشاي. اللهم صل على محمد وآل محمد. قدرت خلي أسوي الفيديو فأت أفكار حلوة تفيدنا، وأنا مجربتها وأسوي لهم ويا الريوق تفيد البنات واللي حاب يجربها. شوف شلون تكسبت. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا أنا راح أسوي الريوق والفكرة الحلوة بهذا الخبز، خبز الصاج. هنا خليت يعني شلورين دهنت الطاوة، وخليت أول خبزة خليتها شوية تقسب من جوا. بعدين جبت الجبن مال موزاريلا، وإذا حابة لحم مفروم أي شي، أي نوعية ما جبن، مو إلا هذا. هنا أنا خليت الجبن، وبعدين خليت فوقها شنو الخبزة الثانية، وراح أكبسها بداية عادي بداية. شوفوا حبايبي قلبي منها لما تستوي فالطيبة من يعني تقسميها كلش طيبة وشهية. مثل ما قلت لك انه انت حابة تحطين مثلا عندك حمسة مال لحم مفروم، قص مال دجاج، وحابة تسويها لفات مثل لفات القص، هم كلش طيبة. وانا مجربتها بهذا الخبز، جربيها وعلى ضمانتي. او مكونات بسيطة. شوفوا طلعت اول وحدة، وراح اسوي الثانية وياكم همينة. ادهن الطاوة، وبعدين اخلي خبزة، وبعدين حخلي جبن موزاريلا. شوفوا فكرة بسيطة أصلا كلها تحبها، جربيها وعلى ضمانتي. أنا هنا أنا كلها تحبها. وسويت لهم ويا الريوق، وأسوي لهم ويا فكرة للعشاء للعصرية ويا القلاص الشاي والصوب معلوقة يا محلاها. هنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي، وراح أخلي الخبزة فوقها. وشلونكم حبايب قلبي؟ شخباركم؟ شلونكم ويا الدراسة؟ كتبوا لي بالتعليقات شنو رأيكم بالفيديو هذا اللي انزلها. أفكار بسيطة
اللهم صل على محمد وآل محمد. وحدة كاتبت لي بالتعليقات تتأخرين بالفيديوهات أنزلها. والله حبايب قلبي شوية ضغط المدارس والحمد لله والشكر. وهنا شوفوا حبايب قلبي راح أقسمها مال البيتزا. شوفوا هشة وحلوة وحارة ويا القلاصتشة، وإذا حابة مثل ما قلتش بالمال الصاج تكسبيها الكابسة بعد أطيب الصير. فأني حبيت هاي اليوم أسوي بيها، ما عنده كابسة ماساج بالطاوة، تدهنين الطاوة بدهن، وبعدين تخلين أول خبزة، وبعدين تخلين جبن موزاريلا، بعدين تكبسين الثانية فوقها. كلش فكرة بسيطة. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا تنسونا حبايب قلبي باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس، حطوا لنا لايك من ايدكم الحلوة، وشاهدوا الفيديو للأخير، كتبوا لي تعليق يشجعني ويخليني أصور وياكم. اليوم فكرة حلوة للريوق، وراح أشارك وياكم روتينا وغسيل المواعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا نهاية الثانية وهاي سويت أني لأن مثل ما تعرفون بس حبيت وياكم لأن على مود ما يطول الفيديو. شوفوا الجبن شلون ينمط. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا الريوق العادي مال العراقيين، القشطة والبيض، وهمي طلعت دبس وراشي. هنا أنا طلعت القشطة خليتها على صفحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهمين راح أسوي وياكم فكرة حلوة بيها، مثلا تخلين بيها شكر زايد ونسوي بيها زنود الست ونشويها بالفرن. إن شاء الله أسويها وياكم. أنا هم مسويتها برمضان بس ما مصورتها بالقناة، فحابة أشاركها وياكم. هنا عندي راشي عفوا جامد. وهنا خلينا الدهن وخلطنا فد بيضتين، وراح نخلي فوقها هم جبن موزاريلا يعشقوها عندي بالبيت. شوفوا جربيها وعلى ضمانتي. وراح أطبقها من تستوي شوية من جوا أقلبها على الصفحة الثانية. شوفوا هاي استوت، راح أقلبها على الصفحة الثانية. عندي أنا طاوات هواية بس أنا أحب هاي الطاوة بالريوق، وخاصة إذا مسوية بيها ولاجعة طماطة بالدهن. هنا شوف حبايب قلبي والطقوس الحلوة والبخور والمبخرة دللتهم بهذا اليوم. اللهم صل على محمد وآل محمد. والشاي جوا الشمعة، وهاي خبزنا، وهذا ريوقنا البسيط. أتمنى ينال إعجابكم الفيديو. لا تنسونا باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس، وشاهدوا الفيديو الأخير وجربوا. ريوق بسيط وما بيه شي. وهنا حبايب قلبي راح نصب الشاي مهديار. شوفوا وحار ويفور والحمد لله والشكر. شوفوا اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا كان ريوقنا، وعلينا وعليكم بألف ألف ألف عافية. قلت فكرة حلوة كافي غدا وعشاء وهاي. وهنا راح نرجع للروتين مالتنا اللي والشغل اللي ما يخلص. لملمت المطبخ وشنو القلاصات البي، وبديت استعد واصلي على النبي واستغفر اني واشتغل. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا حبايب قلبي بديت اغسل المواعين. وكتبوا لي بالتعليقات شنو حابة احكي لكم قصة، احكي لكم حلوة، احكي لكم فشي حلو يعني احنا نمر بيه يعني بحياتنا. على الحنية، على الإخوان اللي يسألون على خواتهم، على البنات اللي يسألون على أمهن. فحابة يعني أحكي وياكم هالقصص. إذا حابين كتبوا لي بالتعليقات أحكي وياكم. والله هي الأم ما تتعوض بالحياة أبد نهائيا نهائيا. يعني إذا كانت أمك عايشة وعلى قيد الحياة ما تتعوض ما تتعوض. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله الله يخلي أمهاتنا آمين يا رب العالمين، ويرحم كل أم ميتة آمين يا رب العالمين. وهنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي كل المواعين والقلاصات مثل ما تعرفون بكل غرفة فد قلاصين. هذا اللي شارب مي، هذا اللي شارب حليب بهالشتاء، هذا اللي يافه كلهن تلميهن. وعلى البراد ما أقول لك من عندكم هيجي من البراد فد 4 قلاصات 5 ما أدري ليش. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنت أجيب ذن القلاصات السفر يعني أحطهن يم البراد كلش حلوة، بس صايرين ما نطلع مو مثل قبل. وهنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي بدينا نغسل القلاصات وأجفيهن بالسلة مالتين، واللي ناشفات أطببهن بمكانهن. وذني مال الركن مال القهوة كل شي أعلقه بمكانه. وهنا أنا غسلت الطباخ وغسلت الكاونتر لملمته ومسحته وسويته، بس الفيديو ما كفى. هواية قللت من عنده.
فقلت خلي فيديو ثاني أو تشجيعي أشجع البنات ونسوي فد حملة على مود كل وحدة باردة الدنيا تقوم وتشتغل، ولا أعرف جن كل جن ما تقعدن ولا إحنا ما نقعد أبد. اللي كمل تنظيف الصبح وجو الأطفال من المدرسة، غسل الهدوم قبل بالغسالة، ووراها همينة سويت غدا، غسلت ماعي مال الغدا. بعدين ترتاحين شوية وين ترتاحين درسين تكملين دراسة يجيك العشاء، وعلى هل الحال. والحمد لله الله يعطينا الصحة والعافية وما نقصر ببيتنا وبأولادنا، آمين يا رب العالمين. وكل بيت وبيه شغل قولي الحمد لله والشكر، ليش على هالنعمة اللي انت بيها. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتبوا لي بالتعليقات شنو رأيكم بهالدراسة اللي دا يطوها وهالامتحانات اللي هواية بيها يعني. وهنا وكتبوا لي بالتعليقات منو من يعني أطفاله راح سفرة. إحنا هنا ببغداد رجعوا هالسفرات وكل الأطفال راح تروح للسفرات، واللي كل مكيف خطية همينة شوية يغيرون جو. وحابة إذا راحوا للسفرة ما أصور لكم شلون راح أسوي لهم أكلات للسفرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهنا مثل ما شفتوا حبايب قلبي غسلت أول وجبة وهاي ثاني وجبة. شوفوا خليت الصينية وبديت أجفي بيهن من لمن ينشفن وكل شي أرجع بمكانه أحسن على نظافة وناشفات. ما يلمنك تكرمين لا حشرة لا يصير بيها الريحة، على نظافة وناشفات. الحمد لله والشكر مثل ما شفتوا حبايب قلبي خلصت. وبيومها هنا سويت همينة غدا بس ما صورته وياكم. هنا سويت نواشف، سويت الكباب وسويت الشوربة وياها همينة العدس مثل ما تعرفون. كانت مغيمة الدنيا واليوم هم مغيمة. أول ما نشوف الدنيا مغيمة وهيك باردة قبل وين نركض على الشوربة مال العدس. من مثلي بالتعليقات يكتب لي هم تدفي الأطفال وهم يحبوها. كل سهلة ما بيها شي، تخلين العدس يفور ويستوي على الأخير بعدين نذبيه بالخلاط. ومن يستوي قلت ليش تخلطيه وبعدين تضيفي له فد ماجي فد مكعب كياسة. أنا عندي الأطيب الكياسة. وبعدين تضيفي له ملح وبعدين تنقعين بطاسة شعرية من تفور مرت الأخ تضيفين عليها الشعرية. ومن تستوي شوفيها استوت تخلين فد بالطاوة دهن وتحمسي لها فد راس بصل ناعم على نار هادية يستوي ويقشر. وبعدين تضيفين فوق الشوربة مال العدس يا محلاها. جربيها وأنا هم مسويتها بالقناة روحي شوفيها. هنا أنا خلصنا الماعين راحة نفسية من توصل لهاي المرحلة تكيف وتغسل السنق هيك بضمير هي مكملة ورا شوية تلقين الماعين. وهنا أنا خلصت السنجج لفته كلش ظل يلمع لمع. عندي هذا القصر الألوان أبد ما استغنى عنه. شوفوا شلون ظل يلمع لمع وبديت أنشفه والمي حار ولا هيس بيه من تشتغلين بعد ما تهيسين لا مي حار ولا مي بارد. هنا نشفت السنجي وظل يلمع لمع. ولا تنسون حبايب قلبي باللايك وبالاشتراك وتفعيل